تفتكر في فرق بين اللبن السايب واللبن المعلب ولا كله محصل بعضيه ولا ايه؟ وانا ابراهيم صادق صايع تغذيه وده الجزء ال 18 من سلسله المقارنات ويلا بينا. اول حاجه اللبن السايب يا صديقي اللي هو اللبن الطازه اللي بيجي من المزرعه على طول من غير ما يتعمل له اي معامله حراريه، اما اللبن المعلب بيتم عليه معاملات حراريه بدرجات حراره عاليه سواء لبن مبستر او لبن معقد، وده طبعا علشان يطول من مده الصلاحيه، بس مقابل كده للاسف ان اللبن بيفقد جزء من الفيتامينز والبكتيريا النافعه والخمائر الطبيعيه اللي موجوده فيه. تاني حاجه ان اللبن المعلب بيكون امن اكتر من الناحيه البيولوجيه اللي هو البكتيريا وهكذا، يعني ما دخلناش في قصه الهرمونات اللي بتتحقن في البقر عشان طبعا تدي كميه لبن اضعاف اللي المفروض تنتجه في الطبيعي. اما اللبن السايب بقى لازم يتغلي بطريقه صح، فخلي بالك من الحته دي. تالت حاجه بقى مده الصلاحيه، اللبن الطازه مده الصلاحيه بتاعته من يوم ليومين في الثلاجه، اما اللبن المبستر بيكون من 5 ل 7 ايام في الثلاجه برضه، ولو فتحته يبقى 3 ايام. اما اللبن المعقم بيكون من 3 ل 6 شهور وبيتحط بره الثلاجه عادي، اما لو فتحته يا صديقي لازم يتحط في الثلاجه وممكن يقعد 3 ايام وبس كده. ما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.